تخيلوا معايا في لندن عام 1888 المدينة المغمورة بالضباب، عربات الخيل كدوز وسط الأزقة والناس عايشين بين الفقر والبرد في حي سميتو وايت تشابل. كان الرعب ساكن الدروبة، الناس كيهضروا على راجل غامض يلا بان مؤخرا كينقي الشوارع الحي من النساء اللي كيخدموا في الدعارة وكيخلي وراه جوتة مشوه. الصحافة سماوه جاك السفاح، ماشي هما اللي سماوه الصراحة، ولكن هو فاش كان كيصيفط لجوتة البوليس، كان كيصيفط أعضاء ديال جوتة البوليس، كان كيقول على راسو باللي هو مسمي راسو جاك السفاح. هاد اللقب غادي يولي رمز للرعب والغموض في لندن، وغادي يخلي المحققين والصحفيين وحتى المؤرخين ومؤلفين الكتب حيرين كتر من قرن. وهاد السيد غابر الجرائم وحدة مروحدة. أول ضحية معروفة كانت ماري آن نيكولز. ليلة 31 غشت 1888 لقوها مقتولة بطريقة وحشية وعنقها مقطع. بعد أيام وقعت تاني جريمة ضد آني تشامبان. ما عرفتش واش كنطق الكنيات هما هادوك، ولكن راه كنياتهم معكلين نفس الأسلوب تقريبا، ولكن المجرم بدا كيولي أكثر قسوة وعنفي بزاف. من بعد جا الدور ديال إليزابيث سترايد وكاثرين إيدوز اللي تقتلوا في ليلة واحدة وتسموا بالليلة المزدوجة. أما الضحية الأخيرة ماري جين كيلي لقاوها في الغرفة ديالها، والجريمة ديالها كانت أبشع وحدة على الإطلاق. كل مرة جاك السفاح كيخلي البصمة ديال الوحشية ديالو كتر من الأولى، لدرجة أن المحققين تلفوا ولاو دايرين جوج جهودة باش بحرا يلقاو هاد السفاح. لليومنا هذا اللغز ديالو مازال ما تحلش. التحقيق مع الشرطة في ذاك الوقت داروا المستحيل باش يلقاو القاتل، ولكن الامكانيات كانوا محدودين بزاف، ما كانوش كيعرفوا حتى الحمض النووي ولا البصمات بحال اليوم. جمعوا الشهادات من السكان وفتشوا الحي زنقة، وفي وسط هاد الفوضى تواصلت الشرطة بعدة رسائل مكتوبة بالإنجليزية موقعة باسم جاك السفاح ولا جاك ذا ريبر. الرسالة اللي دارت ضجة كانت من الجحيم فروم هيل، اللي وصلت من جزء من كبد بشري، ولكن ما عرفوش واش هاد الرسائل جايه من القاتل بصح او من شي واحد كيلعب بالاعصاب ديال المحققين. الطرف ديال الكبده مصيفطونه للبوليس وتيقولوا ليهم بلي النص الاخر تشوى وتكال. تخيلوا معايا البشاعه ديال المنظر. واش تقدروا تخيلوا؟ غير تخيلوا معايا، الناس اللي تيخافوا ما تنصحكمش تخيلوا، ولكن راه ابشع الجرائم واكثر شناعه. المشتبه فيهم النظريات، بزاف ديال الناس ذكروا كمشتبه فيهم بحال الاطباء الجراحين وحتى الرسام المشهورين. بغيت نقول لكم باللي الطريقه باش يقتلوهم بحال شي جزار، داكشي باش بزاف ديال الناس كانوا كيقولوا يقد يكون شي طبيب ولا شي جراح، حيت هما اللي عندهم التقنيات ديال الجراحه ولا شي حاجه بحال هكا، ولكن راه بحال شي جزار سفاح من الاخر. بعض المؤرخين كيعتبروا القاتل ربما كان واحد عنده معرفه طبيه كبيره، حيت الطريقه اللي كان كيستعمل بها السكين كتبين الخبره ديالو في جراحه الاعضاء. كاين حتى النظريه كتقول بلي جاك السفاح كان امير من عائله ملكيه، جاه واحد المرض ولا كيصفيها للبنات، وهذا الشيء اللي تيقولوا، ولكن ما نعرف. ونظريه اخرى كتربط القضيه بطائفه سريه، ولكن كل شيء بقى غير تخمينات بلا دليل قاطع. اما الاثار فراه الجرائم ديال جاك السفاح تبدلت مع مرور السنين والاساطير الشعبيه. كتلقى روايات افلام ومسلسلات خرجوا على هذا السيد، وحتى العاب فيديو مستوحى من القصه ديالو. الحي ديال وايت شابل هذا اليوم كيديروا فيه جولات سياحيه باش يزوروا الناس والاماكن اللي شهدت على هذه الاحداث المرعبه. وحتى أن داز وقت طويل أكثر من 130 عام مازال اسم جاك السفاح كيخلق الرعب والفضول في قلوب كاع الناس. كاع الأجيال كيحاولوا يحلوا اللغز، ولكن الحقيقة
بقات ضايعة في الدخان اللي كان كيغطي لندن ديال القرن 19. يمكن كيبقى هذا القاتل غامض، واليوم بعد مرور أكثر من قرن و30 عام مازال اسم جاك السفاح كيحوم وسط الضباب اللي كان مغطي لندن في ذاك العهد. الآلاف المحققين والمؤرخين وحتى الهواة غاصوا وسط وثائق قديمة ورسائل وتقارير تشريح، وكل واحد خرج بنظرية خاصة به، لكن الحقيقة بقات بعيدة كتسلت من بين الأصابع بحال الدخان اللي كيدوب مع أول شعاع ديال الشمس. يمكن جاك كان مجرد راجل عادي عاش وسط الفقر والظلام، وقرر يكتب الاسم ديالو بالدم وسط الشوارع وايت شابل في لندن. ويمكن كان شخص نافذ كيتخبى وراء قناع الاحترام، ولقى في الليل المظلم المساحة اللي يطلق فيها جنونه. الأسطورة ديالو ما بقاتش غير قصة جرائم، ولكن ولات مرأة كتروي الخوف اللي كيعيش داخل المجتمعات، والخطر اللي ممكن يجي حتى من أبسط الوجوه. كل ما جاي الجديد كيحاول يركب قطع اللغز، ولكن كل مرة كيظهر دليل جديد كيزيد يعقد الحكاية. هذه راه ماشي حكاية، هذه راه جريمة حقيقية وقعت في القرون السابقة. يمكن هذا الغموض هو اللي خلى القصة تبقى حية حتى اليوم، وتغذي الخيال وتخلينا نسولو راسنا واش الأفضل نعرفو الحقيقة ولا نسدو الملف، ولا نخليو اللغز مفتوح باش يبقى يحكي لينا على الوجه المظلم ديال البشر. هذا هو الإرث، جاك السفاح، الظل الطويل كيتمد عبر التاريخ، كيذكرنا باللي الرعب الحقيقي ماشي ديما في الأشباح ولا الأساطير، بل في الإنسان اختار الشر وترك وراه أثر ما قدرش السنين تمحيهم. وإلا عجبكم الفيديو ديال اليوم ما تنسوش ديروا ابوني وفعلوا جرس باش يوصلكم كل جديد.